السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كنتمنى هذا الفيديو الجديد يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال البريوش، واحد الطريقة اللي سهلة وكيجي واحد البريوش غادي يعجبكم بزاف، زوين ومقطن. غير إن شاء الله يمكن لكم تبعوا المراحل من البداية حتى النهاية. إذا بسم الله. عندي هنايا واحد الكاس ديال الحليب، الكاس صغير، باش غادي نطلع الخميره. هنا عندي واحد المعلقه ديال الخميره، دائما الخميره ديال العجين. عندي هنا واحد المعلقه ديال السكر. غادي نخلط مزيان. عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق. غادي ناخد 2 ملاعق كما قلت لكم باش غادي نطلع الخميره. كنوري لكم الدقيق، دائما الدقيق يكون الدقيق الممتاز. غنخلط مزيان. نحاول نخلط. غادي نخلي هاد الخميره ديالي باش تطلع ليا تقريبا 2 دقائق. 2 دقائق. هاي الخميره ديالتي ان شاء الله. هتشوفوا القوام ديالها. من بعد هنايا راه غادي نضيف ما تبقى من الحليب. عندي هنايا 2 كيسان. اذا المجموع ديال الحليب، يعني عندي 3 الكيسان ديال الحليب من هذا الحجم. من بعد هنايا راه غادي نضيف الربع كاس ديال الزيت، يعني الزيت الروميه. من بعد هنايا غادي نضيف 4 الملاعق ديال السكر. نخلط. من بعد هنايا راه غادي نضيف الملحه، شويه ديال الملحه تقريبا. وهنا غادي ندير واحد البيضه. من بعد غندير واحد الساشيه ديال الفاني، يعني كتعطي فيها واحد الرائحه زوينه بزاف. نخلط مزيان. دابا غادي نضيف الدقيق ديالي. نبقى ندير شويه بشويه. غير هاد العجينه راه ضروري كتكون جاريه شويه، ضروري هاد العجينه تكون جاريه باش تخرج لكم، يعني تخرج لكم نتيجه مزيانه. راه خليتها شويه حتى تجمعت ليا. من بعد دابا انتم كتشوفوا غنحاول نعجنها مزيان. راه واخا كتلصق لكم في يديكم، يعني غير حاولوا معها صافي. بعد ما عجنتها مزيان دابا راه غادي نديرها في هذا المول. غادي ندهنها الاناء صافي. دابا غادي نخليها حتى تخمر ليا. هاد العمليه اللي هي مهم، ضروري تخليوها حتى تخمر لكم مزيان. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها. يعني ملي غادي تشوفوا هاد الطريقه راه غتعرفوا. هانتوما غتشوفوا راه عطات واحد النتيجه زوينه. دابا غادي ناخد، هانتوما غتشوفوا غناخد واحد البلاطو وندير ليه بابيي اليمونتير. من بعد هنايا راه غادي نحاول نقادها مزيان.
وواحد العمليه اللي هي مهمه ضروري تدخلوها الكونجيلاتور، ضروري، هي اللي باش تسهل عليكم العمليه، ضروري ندخلها الكونجيلاتور. انا دابا راه غادي، انتم تشوفون، نحاول نبسطها مزيان، راه غادي نخبيها تاني. ندير بابي السلوفان. دابا غادي ندخلها الكونجيلاتور. دابا غندوز للمرحله الثانيه اللي هي الزبده ديال التورق. غير هنا واحد الملاحظه نسيت، ما خرجتهاش من الثلاجه لاني عجبتني شويه، ولكن انتم تشوفوا كنحاول معها بشويه بشويه يعني حتى نقدها باش ندير العبار. انتم كتشوفوا لازم هاد العمليه يعني باش تجيكم قاده، يعني ملي غادي تورقوا الورقه انتم تشوفوا ضروري من هاد العمليه يعني كتجيكم سهله. اذا ها العجينه ديالي بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور، يعني غير واحد المده قصيره تقريبا ربع ساعه، غير باش تجمع ليا شويه. دابا راه غادي نسرحها. كنظن باللي الصوره راه وضحت لكم كلشي. كنتمنى هاد البريوش ان شاء الله تجربوه، راه غادي يعجبكم بزاف. وواحد الملاحظه هنايا، راه هاد العجينه اللي درت راه خرجت فيها جوج الاشكال. كاين هاد الشكل، وان شاء الله راه غادي نجمع واحد العجينه، يعني قسمت العجينه من بعد ما ورقتها مزيان، راه قسمتها. غادي نوري لكم كيفاش. دابا كنحاول معها يعني باش هاد الزبده ديال التورق كنحاول نقي يعني سطح العمل. هاد الطريقه اللي هي مهمه. نحاول تاني. نحاول. اذا غادي نستمر على هذه الطريقه، يعني حتى كنشوف ديك الزبده ديال المارغرين يعني كلها يعني تلبست ليا العجينه ديالتي. من بعد عادي نسرحها، عاد ندخلها الكونجيلاتور. يعني هنايا ما كنبغيش نقطع لكم الفيديو، كنخلي الفيديو ديما شاعل، ما كنبغيش نقطع الفيديو باش تشوفوا كلشي بعينكم. دابا غادي ندخلها الكونجيلاتور واحد تقريبا 2 دقائق ونسرحها باش تبدا العمليه. ها هي بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور، دابا غادي نسرحها.
هذه الطريقة اللي هي مهمة. دابا غادي ناخد المسطرة ديالتي باش نقد الأشرطة. غنحيد شوية داك الزوائد. واحد الملاحظة، هاد الزوائد كلشي اللي حيدت من هاد الورقة راح هادو اللي جمعت، راه يعني ما ضيعتهم حتى هما، راه خدمتهم. هانتوما تشوفوا كنستعمل دابا هاد الطريقة حتى نقطع كلشي الأشرطة. اذا دابا غتشوفوا هاد الزوائد راه هانتوما كتشوفوا راه ما ضيعتهم، هما غادي نخدم بهم المره الثانيه. اذا دابا تشوفوا هاد الطريقه اللي غادي نستعمل، درت واحد الشريط وعاودت، هانتوما تشوفوا الطريقه وكندور وغادي نحط فوق سطح العمل. غنطلع شويه، هانتوما تشوفوا. دابا غادي نقلبها، نحاول نزيرها في التحت، يعني كتولي بحال الشكل ديال الورده. نعاود معكم مره انتم تشوفوا بعد ما وريت لكم الملح يعني فاش غادي نستعمل. درت ليه شويه ديال الزبده، عاد تشوفوا تاني الطريقه. كنحاول نوري لكم جميع الطرق. كندور هاد الجهه وعاود ندور تاني وندور. نحاول نزير شويه، كنزير شويه في التحت، غير شويه باش ما تعجل ليا، بتولي على الشكل ديال الورده. ونحط، نحاول معكم الثالثه. انتما تشوفوا بعض المرات راه كنديرها يعني كنقادها فوق ايديا، بعض المرات راه كنحطها فوق سطح العمل. هنا راه ما كنبغيش نسرب الفيديو. هاك تشوفوا الطريقه صافي، ها هما. دابا كنحاول نقطب. انتما غتشوفوا عندي هاد العود. دابا عندي هنايا شويه ديال الشكلاط، كندخل فيهم الشكلاط. يعني قد ما درتو ديال الشكلاط حسن. ها هما انتما تشوفوا الطريقه بعد ما خبروا ليا. دابا غادي ندير شويه ديال الحليب، والفران راني شعلته، يعني استعملت الفران ديال الضو. شعلته يعني تقريبا درت بين 150 160، بين 150 و 160. شعلته في التحت وفي الفوق، ولكن ان شاء الله ملي غادي نطيبهم راه غادي نشعل غير لتحت حتى كنحس بلهم راه تحمروا ليا، عاد نشعل الفوق. يعني كنوضح لكم بحال الا جالسين معايا. دابا غندخلهم للفران. ها هما بعد ما تحمروا ليا مزيان، هانتوما تشوفوا بعد ما تحمروا ليا مزيان. شوفوا الطريقه تبارك الله. هنا دابا درت السكر كلاصي، خليتهم حتى بردوا ليا، درت لهم السكر كلاصي. شوفوا تبارك الله الطريقه ديالهم محمرين ومقطنين. ان شاء الله غير تمنى ان شاء الله تجربوهم.
اذا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، والى عجبكم يمكن لكم تبارجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، والى فيديو اخر الى ان شاء الله بحول الله.